السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لك مكرونة. عايزة أقول لك بطريقة جميلة جدا، سيبك أي طريقة تانية هتعجبك إن شاء الله. بس ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعملي لايك للفيديو. بصوا بقى حبايب قلبي، أول حاجة كده جبت الطاسة بتاعتي حطيتها على النار وكترت فيها ايه شويه كده من الزيت. تمام، عندي هنا حوالي بصلتين من الكبار. ابتديت اللي انا عملتهم شرايح كده زي ما انت شايفه، يعني لما بتيجي تعمليها تقطعيها قطعها دواير عشان تاخد يعني معاكي الشكل اللي انت شايفاه. بحط عليها كده معلقتين من الدقيق، وهبتدي بقى اللي انا اعملهم كده مع بعض، وهحمر البصل بتاعي. عايزه اقول لك بقى هتاكلي في حياتك عمرك ما اكلت مكرونه قبل كده. عايزه اقول لك سبحان الله، انا كان نفسي في مكرونه اكلها بس الصلصه بتاعتها تبقى جميله. لان طبعا لما بتيجي تاكلي مكرونه من بتاعه المطاعم، مش مطاعم بقى زي ما بنقول، بيبقى في حد كده بيبيع كشري، بس سبحان الله الصلصه بتاعته جميله جدا. يعني انا من واحده من الناس كنت عايزه حابه اللي انا اجيب الصلصه دي، بس مش عايزه الكشري، انتوا فاهميني. بس الراجل مرضاش، قالك لا لازم الاتنين مع بعض من كتر جمالها وحلاوتها. طيب انا بقى عرفت لكم السر، وتعالوا انا اقول لكم هنعمل ايه. جبت بقى الايه البصل زي ما انتم شايفين، وابتديت بقى اللي انا احمره، بس عايز ياخد معاكي لون غامق شويه. هتقولي لي لا، هقول لك هو لازم ياخد الايه اللون الغامق، تمام، بس مش غامق قوي لدرجه اللي هي الاكله تمرر معاكي، لا طبعا هو ايه ياخد محمر معاكي شويه. طبعا هتفضلي تقلبي فيه، واي حته هتبقى ما يعني بيضه هتبتدي اللي انت تقلبيها. هو بس كده خلاص، انا بس ايه حابه ان انا الحته اللي هي تبقى بيضه متبقاش عامله معايا، وهو ده غماق اللون معاك. انا عايزه اقولك انت هتشوفي دلوقتي اللون ده اللون اللي انا عايزاه. انت دلوقتي هتقولي زمان اسود معاكي، لا هو عشان بس الكاميرا بتغمق الدنيا شويه. تمام، هبتدي بقى اللي انا هصفيه كويس جدا من قلب الزيت، مش عايزه يبقى فيه زيت كتير ولا اي حاجه. وممكن تحطيه بس على الايه على الرخامه بتاعه المطبخ، او تحطيه في الصاله تحت المروحه. بص هيبقى ازاز معاك. جبت بقى الايه الحله بتاعتي، طبعا هصفي الزيت بتاعي كويس جدا. طبعا الرواسب التانية دي خلاص انا رميتها وصفيتها بقى كويس، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. عندي هنا بقى ايه معلقتين من السكر. هبتدي اللي انا اكرمل معايا السكر بتاعي، بس انا مش عايزاه اللي هو يغمق معايا، اهم حاجة اللي هو يكرمل معايا بس وخلاص. زي ما انتوا شايفين خلاص هو بدأ اللي هو ايه اللهم صل على النبي يغمق معايا او يكرمل معايا. مش عايزاه يغمق زي ما انا قلت لكم، ممكن ياخد ايه اللون معايا اللي هو البن. عندي بقى هنا كيسين من الصلصة، ممكن لو انت جايبة الصلصة اللي هي الجاهزة ممكن تحطي معلقتين من الصلصة. تمام، واهم حاجه اللي انا عايزه بقى الايه الصلصه كده تغلي كده مع الزيت بتاعي. وهبتدي بقى اللي انا ايه احمرها كويس جدا. اول ما تبتدي اللي هي تغلي معاكي كده وتتحمر، عندي هنا شفشق طماطم على حسب بقى الكميه بتاعتك اللي انت ايه هتعملي فيها الطماطم، او نص شفشق. تمام، حطيت بقى كده ايه الطماطم بتاعتي. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، الطماطم جميله وحلوه. اه اي نعم غاليه، بس ماشي الحال. عندي هنا شويه بابريكا وشويه شطه وشويه فلفل اسود. ولو عندك بقى شوية من السبع بهارات. عايزة اقولك بقى التحويجة دي بتخلي طعم المكرونة معاكي جميلة جدا وحلوة قوي ما شاء الله اللهم بارك. اخدها كده تقليبة واسيبها لحد ما تبتدي بقى اوطي عليها النار، واسيبها لحد ما تغلي معاك. اول ما تاخد معايا كده غلوة، تعالوا بقى نشوف هنعمل. عندي هنا البصل بتاعي اهو، هبتدي بقى اللي انا احمر فيه كده زي ما انت شايفة، ما تقلقيش، بس اهم حاجة نعميه كويس وانت بتعملي علشان يبقى معاكي زي الحنة. هو هتلاقيه اصلا هيبقى ناشف. ده بقى سر التسبيكة اللي بيخلي التسبيكة بتاعة الكشري اللي كل المحلات بتعملها جميلة جدا ما شاء الله. يعني اكيد ست البيت لما بنيجي نعمل المكرونة بتاعتنا العادية ما بنعملش الحاجات دي، فانت لما تعمليها بقى هتاكلي معاكي شوية صلصة جميل يا جماعة. عندي هنا بقى ايه المكرونه بتاعتي. عندي هنا الميه، هحط بقى شويه كده من الملح وكمان شويه من الزيت. واي نوع مكرونه بتاعتك انت عايزاه اشتغلي فيها، مش هقولك لا.
لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش بقى تصلي على النبي وتكتبي لي في التعليقات ربنا يبارك لك لو انت استفدت من الفيديو بتاعي وطلعت استفدت حتى لو بحاجة بسيطة. تمام. عندي هنا بقى بص بقى المكرونة دي عايزة شوية بطاطس محمرة، عايزة شوية سلطة. بص عايزة اقولك هتبقى طعمة جدا وحلوة معاك. بصوا اول ما عملت غلت معايا. انا بحب دايما ان انا احطها في قلب الحله كده، احط شويه من الزيت وشويه كده من الفلفل الاسود وشويه من الملح بتاعي، واخدها بقى تشويحه كده على البوتاجاز. الحركه دي مهمه جدا لو انت هتاكل المكرونه بتاعتك تبقى مسلوقه تمام، يعني مش تاخدها كده من على المصفى عليها لا. بصوا بقى كده خلاص، اول ما تطلع البخار بتاعك يبقى كده هي تستوي. تعالوا بقى نشوف التسبيكه بتاعتي، تحفه تحفه. عايزه اقول لك سكر كده، تسبيكه جميله جدا. بس اوعي تغمقي طيب انا قلت بقى انا عايزه. بصوا بقى عايزه اقول لكم عايزه حاجه كده تطر على القلب. عملت جنبها شويه كده اللهم صل على النبي من الفواكه اللي هي المجففه، او المشمش بتاع الافراح، بعمله بطريقه جميله جدا وحلوه قوي. هبسيب لكم اللينك تحت في التعليقات لو انتوا حابين تتفرجوا عليه. دي طبعا انا هوريكم المكرونه في الاخر، بس حابه ان انا اوريكم كده المشمشيه دي ما شاء الله جميله. باعملها حلوة أوي. شكرًا جدًا على الناس اللي جرّبتها وقالت لي جميلة. طريقتها سهلة جدًا وبسيطة هتعجبكم إن شاء الله. بُصّوا عايزة أقول لكم بقى سيبِك أنتِ من العصاير بتاعة برّه، يعني أنتِ لمّا تعملي حاجة في بيتِك بجد بتبقى جميلة جدًا وطعمة وحلوة وما شاء الله ما فيش أحلى من كده ولا أجمل من كده. لو أنتِ هتجيبي العصير التانج من برّه أو هتعمليه أو هتعملي العصاير اللي هي المُعلبة، لأ بصراحة ما بتبقاش حلوة. دي طعمة أوي، أوي. لو عيالك ما بياكلوش الحاجات اللي هي الفاكهة ممكن تعمليها بالطريقة دي. عملت بقى معاه عصير مانجا، بس طبعًا العصير المانجا معاكِ لازمًا يكون تقيل، عسل، 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 عسل. عايزة باقول لكم يعني جميلة، جميلة وما شاء الله عملت معايا كمية. تعالوا بقى نشوف بقى المكرونة، إحنا عايزين نشوف المكرونة بتاعتنا عاملة إزاي. تعالوا بقى كده نشوف بقى ونغرف كده الشكل النهائي بتاعتها. عايزه اقول لكم حاجه، انت ممكن تاكليها مسلوقه كده زي ما انا قلت لك، او ممكن تحطي الخلطه على بعض وبتشتغل، فاللي يريحك بقى اعملي. بصوا بقى يا جماعه، شوف الصلصه عامله ازاي حلوه قوي. طبعا غرفت بقى المكرونه كده وهحط بقى عليها الصلصه كده من فوق من على الوش. عايزه اقول لك تحلف اللي هي لحمه مفرومه بجد، طعم قوي، مسكره سكر. طعمها جميل جدا، بس اهم حاجه البصلايه زي ما انا قلت لك ما تغمقهاش أوي زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما تبقاش بيضة معاكِ، تمام؟ أحلى طبق ممكن تاكليه. سبحان الله، ربنا جعل للناس دي رزق إن هم أي حاجة تاكليها منهم. ناس اللي هي بيبقوا فاتحين مطعم كده صغير من بتاع المكرونة أو بتاع الكشري. عايزة أقول لِك طعمة حلوة أوي. بُصّي عايزة أقول لِك اللون بتاعها حلو أوي، باين لِك في الكاميرا إن هي غامقة لكن اللون بتاعها جميل وحلو. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.